ماتش تكسير العظام، ماتش النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في بطولة الدوري العام المصري موسم 2025-2026. وده تقريبا أنسب عنوان للماتش ده بالذات. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن جوانب كتير تخص الماتش ده، زي إيه مثلا؟ بداية الماتش من جانب الفريقين، ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري العام، التشكيل المتوقع للفريقين، وأبرز الغيابات، ومصير المديرين الفنيين في حالة الخسارة أو المكسب. وقبل ما نبدأ ياريت اللايك الجميل والاشتراك الأجمل في القناة، وتعليق بتوقع نتيجة الماتش. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أولاً، بداية الماتش. النادي الأهلي في الموسم ده جاب لعيبة كورة على أعلى مستوى، ورفع من الجودة الفنية للعيبة، وبجانب رفع القيمة الفنية رفع كمان القيمة التسويقية، وده خلى النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية مش في مصر بس، لأ، ده أعلى قيمة تسويقية في قارة أفريقيا كلها. وطبعاً بما إن رفعنا من الجودة الفنية للعيبة، يبقى لازم يكون في مردود فني يبين إن فعلاً النادي الأهلي مختلف عن السنة اللي كانت قبل كده. لكن الوضع جه على عكس المتوقع تماماً، والسبب في كده هو اللي في الصورة ده. مستر ريبيرو بصراحة المعروف عنه إنه شخص بيحب شغله بطريقة جنونية، لكن للأسف فكره التدريبي أقل من قيمة النادي الأهلي، خصوصاً إن لحد دلوقتي مفيش ماتش واحد نقدر نقول عليه إن النادي الأهلي كان كويس فيه، غير ماتش نادي بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية. غير كده مستر ريبيرو النادي الأهلي معاه مالوش أي ملامح فنية ولا شخصية جوه الملعب، وعلشان كده مسألة بقاء مستر ريبيرو مع النادي الأهلي أكتر من كده دي حاجة هتكون ضد مصلحة النادي الأهلي. على الجانب التاني مستر كرونسلاف يورتشيتش الموسم اللي فات نادي بيراميدز معاه كان نسخة مرعبة، ودي تقريبا أفضل نسخة لنادي بيراميدز من وقت ظهوره، بسبب إنه كان قريب من إنه يكسب بطولة الدوري وخسرها في الأسابيع الأخيرة، وكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا البطولة الأغلى داخل القارة لما كسب نادي سان داونز في النهائي، وكسب نادي أورلاندو بايرتس في دور قبل النهائي، وكان وقتها مستر ريبيرو كان المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس، وصعد على حسابه في البطولة وكسبها في النهاية. لكن الموسم ده بعد ما كان المستوى الفني لنادي بيراميدز في الطالع، بقى دلوقتي العكس، الفريق بدأ بداية في الدوري سيئة جدا. ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري العام: النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقط من تعادلين ومكسب وحيد، لكن نادي بيراميدز في المركز ال 12 بنفس رصيد النادي الأهلي ب5 نقط، لكن من 4 ماتشات اتعادل في ماتشين وكسب ماتش وخسر ماتش. التشكيل المتوقع للفريقين: هنبدأ بالنادي الأهلي، هيبقى في حراسة المرمى محمد الشناوي، 2 مساكين أحمد رمضان بيكم وأشرف داري، باك يمين محمد هاني، وباك شمال كريم فؤاد. خط النص هيكون فيه أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا، والأطراف هيكونوا أشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو، وفي الهجوم محمد شريف. أما نادي بيراميدز في حراسة المرمى أحمد الشناوي، الدفاع محمد حمدي وأسامة جلال وأحمد سامي وكريم حافظ، خط النص محمد لاشين وبلاتي توريه ووليد الكارتي، وفي الهجوم إيفرتون دا سيلفا وفيستون مايلي وعبد الرحمن مجدي. أما غيابات الفريقين، النادي الأهلي هيغيب عنه إمام عاشور وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري ومروان عطية. أما نادي بيراميدز هيغيب عنه رمضان صبحي ومحمود مرعي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي. أما بالنسبة لمصير المديرين الفنيين في حالة الخسارة أو المكسب، بالنسبة لمستر ريبيرو في كل الأحوال الأمور معاه مش على ما يرام، وحتى المكسب مش هيشفع ليه كتير، ولو خسر الأمور هتتصعب عليه أكتر. أما بالنسبة لمستر كرونسلاف يورتشيتش، هو مكمل مع نادي بيراميدز بشكل عادي في حالة المكسب أو الخسارة. في النهاية كل التوفيق للنادي الأهلي إنه يحقق نتيجة إيجابية ويكسب.